ايه الاخبار يا جماعه؟ عاملين ايه؟ معاكم عمر. في الفيديو ده هنتكلم عن حاجه مهمه جدا، ناس كتير جدا سالتني عليها وكلمتني فيها، وكان جالي كومنتس كتير جدا عليها ومسجات كتير جدا. هو ازاي اقدر احل مشكلتي في الكلمات؟ طبعا الكلمات تعتبر من الحاجات الاساسيه اللي تبقى موجوده في اي لغه انت بتتعلمها، سواء انت بتتعلم عربي، انجليش، الماني، اسباني، ايا يكن. انت طبعا محتاج يبقى عندك مجموعه من الكلمات او عدد معين من الكلمات علشان تقدر ان انت تعمل اي محادثه ايا كانت. طبعا نوع او كميه الكلمات اللي انت بتكون عارفها او اللي انت المفروض تعرفها هي بتعتمد انت ممكن تتكلم عن ايه. يعني مثلا في ناس بتيجي تسالني هو انا المفروض ابقى حافظ 10000 كلمه او 5000 كلمه او 15000 كلمه علشان اعرف اعمل اي حاجه او اتكلم في اي حاجه. وفي ناس بتقول لي طب ما انا ممكن مثلا بدل ما اذاكر اي حاجه ليها علاقه بالانجليزي انا ممكن اجيب مثلا ديكشنري واحفظه كله وابقى انا كده تمام جدا. طبعا الكلام ده غير صحيح، لان اللغه مش كلمات فقط، ولكن الكلمات هي جزء من اللغه. قد ايه كلمات انت محتاجها علشان تتكلم انجليش في اي موضوع وفي اي حاجه براحتك ملهاش مقياس معين. حتى انت في لغتك الاساسيه انت مش عارف كل حاجه في لغتك الاساسيه. يعني انت في كلمات هتقابلها في لغتك الاساسيه هتلاقي نفسك مش عارف معناها. ده برضو بيحصل في الانجليش، ان انت برضو مهما وصلت من مستوى، حتى لو وصلت للنيتيف لايك ليفل، هتقابل في كلمات برضو مش هتعرف معناها. حتى النيتيف سبيكرز برضو مش هيبقوا عارفين معنى بعض الكلمات لما يقابلوها. طيب انا احل مشكله الكلمات ازاي؟ او ايه اللي انا اعمله علشان اقدر احصل على عدد كبير جدا من الكلمات من غير تعب ولا مجهود ولا اي حاجه بقى من الحاجات اللي احنا كنا بنشوفها زمان في المدرسه وهكذا دي؟ طبعا في طريقه اكاديميه كان الناس بتستخدمها زمان، هو ان انا مثلا اديك عدد كبير جدا من الكلمات واقول لك اقعد احفظ 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 احفظ، وفي الاخر تيجي مثلا تسمع، او اقول لك احفظ واستخدمهم في اي حاجه. طبعا دي طريقه اكاديميه، لان انت ممكن اديك مثلا 50 كلمه واقول لك احفظهم، هتحفظهم عادي مفيش مشكله. ولكن هتيجي تاني يوم لو سالتك عليهم بلح، انت ناسي ايه الكلمات دي اصلا، او انت ناسي انت كنت بتحفظ ايه. فالطريقه اللي انا شفتها بصراحه فعاله جدا 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 وبتنفع مع ناس كتير، حتى مع الستودنتس معايا في الكورس، هي ان انت تحفظ كلمات عن طريق الاي اي. طب ازاي انت ممكن تعمل الكلام دوت؟ انت ممكن بمنتهى البساطه ان انت تاخد 10 كلمات. طب ال 10 كلمات دول هتجيبهم منين؟ هتجيبهم مثلا من فيلم، بتتفرج مثلا على افلام، على مسلسلات، عملت مثلا كونفرسيشن مثلا مع حد قال لك حاجه جديده انت مش عارف معناها فانت قررت ان انت تكتبها. المهم جمع مثلا اي عدد من الكلمات، وبعد كده هتاخد الكلمات ديت وهتحطها على مثلا اي ابلكيشن اي اي زي مثلا تشات جي بي تي او ايا يكن، وتقول له والنبي يا معلم انا عايزك بس تكتب لي ارتكل او باراجراف مكون من هذه الكلمات. وطبعا لازم واكيد ان انت تقول كمان ان انا محتاج الباراجراف دوت ان هو يكون معمول بسمبل ووردز. ليه؟ لان انت لو قلت له اكتب لي اي حاجه مستخدما الكلمات ديت يعني، فده طبعا هيبقى ممكن يكتب لك حاجات بكلمات معقده، فانت تيجي تقرا وتدور على الكلمات اللي انت المفروض بتحاول تحفظها هتلاقي معاها كلمات تانية معقدة، فانت هتلاقي الموضوع بالنسبة لك صعب. فانت عشان تحل القصة دي تماما كل اللي عليك ان انت تعمله ان انت تقول انا عايز paragraph بستخدم فيه الكلمات ديت with other simple words. ده نوع السيرش اللي انت لازم تعمله. بمجرد ان انت عملت كده فالابلكيشن هيجيب لك paragraph سواء كان كبير او صغير، ويبدا ان هو طبعا مش يستخدم فيه الكلمات الجديده ديت في جمل مفيده. فانت طبعا لما بتقرا وبتفهم اللي مكتوب بالكلمات اللي انت بتحاول تحفظها، خلاص انت بشكل subconsciously او بشكل لا واعي قدرت ان انت تحفظ العشر كلمات دول. طب هل انا هعمل كده مره واحده؟ لا، ادي لنفسك مثلا 50 كلمه او 100 كلمه كل اسبوع وسجلهم عندك، وادخل كل يوم على تشات جي بي تي وخليه يحكي لك او يكتب لك مثلا باراجراف او موضوع عن اي حاجه انت بتحبها في الحياه. انت مثلا بتحب مثلا الجيمز، انت مثلا بتحب الانجليش، انت مثلا بتحب السبورتس، خليه مثلا يكلمك عن اي موضوع انت بتدور عليه او عايز تقرا عليه او عايز تعرف عنه معلومات مستخدما هذه الكلمات، وتبدا ان انت تعمل الموضوع دوت يوم والتاني والتالت والرابع
تيجي على اخر الاسبوع هتلاقي نفسك الكلمات دي خلاص بالنسبه لك انت عرفتها وحفظتها وتمام بالنسبه لك ومش هترجع لها تاني. طب انا عايز اعرف عدد كلمات اكبر، محتاج ان انا اتعلم عدد اكبر من كده، محتاج ان انا مثلا اخلص الشهر اكون مثلا عرفت 600 كلمه مثلا، وده عدد كبير خلي بالك مش عدد قليل. هتبدا ان انت تكرر نفس الموضوع بكلمات جديده، ولكن ما تنساش الكلمات القديمه. يعني انت اوريدي عندك في الريبورت بتاعك في 100 كلمه او في 50 كلمه اوريدي، هتزود عليهم الجديد وهتعمل باراجراف بالقديم زائد الجديد، وهكذا تفضل تزود 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 لحد ما توصل للرقم اللي انت محدده عندك في الشهر. وخلي بالك الطريقه دي ناجحه وفعاله تماما 100%. طيب انا اعرف ازاي الكلمات دي انا بنطقها صح ولا غلط؟ pronunciation بتاعي ايه؟ الدنيا بتاعتي ايه؟ طبعا ممكن تعمل الكلام دوت عن طريق برضو ان انت تسيرش على كل كلمه وتعرف البرونانسيشن الصح بتاعها. خلي بالك احنا ما بنحفظش، يعني انت كده ما بتحفظش اطلاقا، عشان ما تكونش فاكر ان انت بتحفظ وهتنسى. انت بس مجرد ان انت بتقرا مش اكتر. طبعا الطريقه دي مجربه وفعاله تماما، وانا بستخدمها مع الستودنتس بتوعي في الكورس، وبيقدروا يحفظوا عدد رهيب جدا من الكلمات في الكورس اللي احنا بناخده مع بعضينا، لان انا اصلا بتابع معاهم كل يوم. الناس دي لما بتعمل مثلا reading، الناس دي بتعمل الريدنج دوت، بيكون ريدنج ده معايا انا اللي ببعت لهم الريدنج، والناس بتقرا وبتبعت لي، فبنراجع البرونانسيشن بتاع الكلمات والبرونانسيشن عامه، وهل الكلمات محطوطه في مكان صح ولا غلط، هل بنقدر نستخدمها ولا لا، بلس ان احنا بنستخدمها في الكورس بتاعنا. طبعا ما تنساش لو عايز تعرف تفاصيل اكتر عن الكورس سيب لك في الديسكربشن هنا السوشيال ميديا بتاعتي، سواء الانستجرام او التيك توك او الفيسبوك. ممكن تبعت لي مسج في اي حاجه على السوشيال ميديا وهنرد عليك بالتفاصيل. بس كده، دي تعتبر افضل طريقه لاستخدام الكلمات في اي لغه على العموم، وطريقه فعلا فعاله. لو انت اول مره تشوفني ما تنساش تعمل سبسكرايب للشانل، ولو عندك اي سؤال تسيب لي سؤال في الكومنتس هنا. وبرضو لو انت عايز تتكلم معايا او تتواصل معايا شخصيا، بسيب لك طبعا في الديسكربشن هنا، انا بعمل لايف كل يوم الساعة 2 بتوقيت دبي. بيكون اللايف ده موجود على التويتش بتاعي، هتلاقي لينك التويتش موجود في الديسكربشن. اللايف اللي انا بعمله مينلي بيبقى للفيديو جيمز، لان انا اتعلمت من الفيديو جيمز. فانت هتدخل لو انت بتحب الجيمز ممكن تتفرج على الجيمز عادي جدا، ولو انت عايز تسالني سؤال في الانجليش ممكن تسالني عادي، ما عندكش اي مشكله. وبس كده، اشوفكم في فيديو جديد.